حلوين، عاملين ايه؟ النهارده جولتنا هي النص التاني من ريد اليفانت، وده النص الصيني، عشان نقدر نحكم مين احلى، الهندي ولا الصيني. وجه وقت اكل الصيني. بدأنا بالابيتايزر وكان سبرينج تشيز، وده كان فطاير ملفوفه محشيه جبنه وكانت جميله قوي، وبصراحه انا حبيتها اكتر من الهندي. وجربنا دجاج بروكلي، وكانت اول مره اجرب البروكلي، وطعمه فعلا طلع حلو مش زي ما كنت فاكره يعني. وكان احلى حاجه بقى في الطبق دي كان الصوص اللي معمول بيه، وفي نفس مرغ مخني البروكلي يكسب. وكان لازم بقى نجرب النودلز الخضار، وكان طعمها مميز ومختلف بس لازم تتاكل سخنه. ومن الاطباق الرئيسيه قررنا نجرب دجاج كريسبي سويت اند ساور، وده كان احلى حاجه في الصيني كله. ومقارنه مع لاسوني تكه الهندي شفنا انهم متعادلين يعني في جمال الطعم وجوده الطعم. ودي كانت نتيجه تقييمنا للهندي والصيني. فاضل بقى تجربوا بنفسكم وتقولوا لنا مين في رايكم احلى، الهندي ولا الصيني. وبعد ما خلصنا الحرب بقى دي قررنا ناخد هدنه ونحلي سوا. جربنا غولان جامون